ده كله شغل على عمار، شغل على عمار، نجح السحب نجح السحب. بقول لك ايه، تطبيق عمار بص كده سحب قد ايه. الكلام ده كله انا عامله في وقت قليل جدا. تطبيق عمار يا جماعه بيكسر الدنيا، جايب لك مهام بالعبيط، والسحب بقى عشان كاش الناس اللي في سوريا، والسحب على فودافون كاش بقى يوصل في ساعتها. يعني انت تدوس كده ضغط الزر يجي لي الفلوس جت في ساعتها. كلمكم عن الاسطوره والله يا جماعه، اللي عايز يشتغل بيعمل فلوس بيعمل، واللي مش عايزها بيعملش. يعني في ناس بتقول لي انا بعمل 10 دولار كل يوم، واحد بيقول لي انا بعمل في الاسبوع 100 دولار، واقول لك ده قليل. 100 دولار في الاسبوع قليل والله، لان التطبيق ده فعلا مليان رسائل، اعلاناته مغرقه التيك توك والفيسبوك. تلاقي عمار عمار عمار. هي التطبيقات دي اللي بتجيب الناس اللي بتشحن. هو التطبيق عمل حاجه رخمه فعلا لما هو شلك الحاجات المجانيه وبتاع، لكن مش مشكله يا باشا، هشتغل على اي حاجه تانية. هو مش شرط يا جماعه ان نشتغل على الحاجات المجانيه دي بس. وفي الوكاله برضو، كود الوكاله لو انت عايز تخش معانا في هديه اسبوعيه بتجيلك امتى؟ لو انت مثلا جمعت تارجت. انا في وكالتي بقول لهم يا جماعه من اول 12 دولار عليهم 50 جنيه، تمام؟ وبنبدا بقى نشتغل ونمشي الدنيا بنفس الريتم دوت. واللي جمع 50 طبعا مش زي اللي جمع 12، واللي جمع 18 التارجت اللي بعده مش زي اللي جمع 12، واللي جمع 25. طبعا كل حاجه بتختلف يا جماعه، بنعلي سنه سنه. ويعني انت بتتظبط، يعني تاخد فلوس من التطبيق لو انت اشتغلت كويس، تمام؟ وهتشتغل كده كده لان هعلمك النهارده كل حاجه. طيب، وبتاخد فلوس من الوكاله كمان. فيلا بينا، مش عايزين نرغي كتير، نبدا بقى في الشرح العملي. بعد ما تسجل طبعا وتدخل رمز الدعوه، تمام؟ او تخش عن طريق اللينك اللي هسيب لك على التليجرام، تمام؟ التطبيق يفتح معاك بالواجهه دي. هتعمل ايه انت يا باشا دلوقتي؟ بتدوس كده على الكلمة دي، وتدوس كده على الثلاث شرط دول، وتدوس على كلمة الوكالة. تلاقي عندك هنا الوكالة. أنا ظهر عندي إدارة الوكالة لأن أنا عامل وكالة على الحساب ده. هتدوس عليها وتدخل الكود دوت، وأنا هقبل طلب قدامك للوكالة. المنصة بتاخد يوم في المراجعة، وبعد كده الطلب بيوصل لي. يعني ما بيوصليش أول ما أنت بتدوس، لا، المنصة بتراجع الأول. بعد ما تبعت لي طلب من الوكالة وتدخل الكود دوت، طبعا بتدوس أهم حاجة على كلمة توثيق. لازم توثق حسابك. بتحط صورة بنت هنا، أي صورة بنت من جوجل، وبعد كده بتجيب صورة وش بنت ما تكونش عملت عليها حسابات عمار قبل كده، وتوثق بوشها، تمام؟ عشان يبقى الكلام واضح بس. وبعد كده بقى هيقول لك قيد المراجعة وبتاع، وتبدأ بقى تشتغل على التطبيق. تشتغل على التطبيق ازاي؟ بص يا باشا، هتدوس كده على كلمة السحب زي ما انت شايف قدامك كده، تمام؟ بتلاقي عندك هنا السحوبات بتاعتك. عندك اول مبلغ 10، وبعد كده 20، وبعد كده انا بص تفاصيل الماس كده. هنخش على الماس المستهلك اهو. دي طبعا سحوباتي من تطبيق عمار، يعني سحوبات اسبوعيه، في سحوبات يوميه، اللي انتوا عايزينه يا باشا، تمام؟ اهو زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ده كله شغل على عمار، شغل على عمار. نجح السحب نجح السحب نجح السحب. بحول لناس، وفي ناس في الوكاله بتحول لي. لو انت مثلا مش متوفر طريقه السحب عندك، بتحول على الوكاله. بتحول على الوكاله ازاي يا باشا؟ ما انا بحول لك، يعني بتصرف. يعني لازم تكون مكلم تليجرام او مكلمني على التطبيق او الكلام ده كله. شايف انت الاي دي بتاعي؟ مالكش دعوه بالاي دي، تمام؟ هو طالما انت داخل معايا في الوكاله هتعرف تحول لي. هتدوس على كلمه التحويل دي، هتلاقي يرجى ادخال اي دي الوكيل. هتلاقي حساب مكتوب اوكي اوكي اوكي. هتلاقيه متدخل لوحده، تمام؟ مش هتحتاج انك تدخل اي دي. عدد المسات، تدخل العدد اللي معاك. يعني مثلا معايا دلوقتي 1000، معايا 14829 جوهره. هقوم جاي كاتبهم هنا 14829، تمام؟ وهتدك على كلمة تحويل، هيوصلوا لي على الاي دي بتاعي، وانا هحول لك فلوسك، سواء عايز يو اس تي، عايز دولار وبتاع. بس في خصم، حاجه زي التطبيق كده، نسبه زي التطبيق كده بالظبط، عشان يعني اللي عايز ايه، اللي السحب معاه بيطول وبتاع، يحول لي. اللي مثلا معاه دولار وبتاع، إيه، لو مش هتوفر طرق السحب في بلدك، انا ممكن احول لك الشام كاش واتصرف عادي، او احول لك اليو اس تي يا باشا، تمام؟ تخش كده، ده اوبشن الرسايل. تبدا هنا بقى، هتلاقي هنا في رسائل كتير، رسائل جالك من شباب، تمام؟ انا مثلا اخش على اي محادثه كده، ماشي؟ اهوت، خليكم معايا بنشوف بس محادثه. ماشي، هندوس كده على المحادثه دي. شايف انت كلمه العبارات السريعه اللي هي هنا ديت؟ ماشي، هتضيف هنا صوت بقى بنتي بتاع، عشان بس هي ده اللي انت يبقى سهل عليك. عشان لما تدوس هاي في الصفحه الرئيسيه اللي وراك دلوقتي، يقوم جاي يبعت له التسجيل ده، او يبعت له نص من اللي هو ظاهر قدامك ده. يعني ممكن تكتب نص على مزاجك انت بدماغك، عامل ايه، نتعرف، حاجات زي كده، بس حاجات جذابه شويه. صوت، نفس الكلام. المجموعه دي تقريبا
بيقول لك اعمل رسائل مركبه انت اهو، بيقول لك مثلا اعمل صوت على صوره على نفسه كلهم مره واحده وتظبطهم كلهم تمام. تبقى بقى ترد على الدردشه، تحاول تجمع اكبر عدد رسائل من الناس اللي بتكلمك. طيب الصفحه الرئيسيه عندك اهي، هتدوس على كلمه هاي تبعت للناس دي كلها، وزي ما انت شايف قدامك كده، كده بعت للناس هاي، وهم بالتالي هيبداوا يرد عليا لما هم يعني طريقه الكلام بتاعتك تعجبهم، الكتابه انت كاتب ايه في النص والكلام ده كله تمام. بعد كده بقى يا باشا عندك مركز المكافآت، هنشرح كل حاجه يا باشا، بس خليك معايا وانزل اعمل لايك، بالله عليك انزل اعمل لايك ماشي. هندوس كده على كلمه مهام ارباح تمام. دلوقتي بيقول لك مكافآت ايرادات الدردشه اليوميه تمام. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا مثلا اهو، احسب دخل الدردشه والمكالمات والتطابق يوميا تمام. دي يوميه يعني بيجي لك بعد الساعه 12، لو جمعت 106 960 تاخد 160، جمعت اهو 9600 تاخد 1600 عليهم جوهره مش فلوس تمام. عارفين ال 32 كي جوهرة عاملين 10 دولار تمام. نفس الكلام برضه اهو. طيب مكافأة إيرادات الهدايا اليومية دي بتاع الهدايا، مثلا لو جالك هدية ب 320 جوهرة تاخد عليهم 24 ماشي. مكافأة إيرادات الدردشة الأسبوعية دي طبعا بتحسب الأسبوع يخلص بيشوف أنت جمعت قد إيه في الأسبوع ده، وفي عندك شريط بتلاقيه بيمر عندك كده، لأن أنا مش شغال على الحساب ده أصلا، مش هتلاقي الدنيا بايظة عليه خالص تمام. انا شغال على حساب التاني، في حساب تاني كده رابطه بالوكاله شغال عليه تمام اهو. ودي مكافأتها حلوه جدا يا جماعه، بيقول لك جمعت كذا تاخد كذا تمام. دي بقى ايرادات الهدايا الاسبوعيه، دي الهدايا لو حد بعت لك هديه في الروم في المحادثه الكلام ده كله. مهام النشاط الشهريه اهو، عند تحقيق نشاط لمده 15 ايام هذا الشهر كانت ارباح المس وكل مناسبه عندك يعني انت طول ما انت بتجمع كسبان يا باشا. في حد قال لي جمله ظبطت لي الدنيا الصراحه في الحساب بتاعي، قال لي طول ما انا فاتح تمام، فتح التطبيق ومش بعمل عليه اي حاجه، نشاطي بيعلى، معدل نشاطي في البروفايل بتاعي بيعلى، فبالتالي التطبيق بيبدا يقترح حسابك لناس تانية وناس اكتر، وبالتالي هيجي لك رسائل اكتر، وهيبقى بقى ايه الماني ماني يوعى. بص يا باشا، بعد كده بقى حاجه مهمه جدا اقول لكم دلوقتي، تظبيط الملف الشخصي يا رجاله ويا حريم يا اخواتي يا حبايبي. بتظبطوا الصفحه الشخصيه، تحط صوره تكون حلوه، بعد كده تدخل الاسم بتاعك هنا وتدخل بياناتك دي لازم، واهم ما فيهم بيان التعارف ده تظبطه. انا مثلا اسمي كذا كذا وعايز اتعرف، حاجات زي كده يعني، بس هيكون حاجات جذابه يعني شويه، عشان ايه من الاخر اجيب لكم من الاخر، اصلا مش هنلف ندور على بعض. الناس اللي شغالين كلهم بيعملوا فلوس دي بيعملوها ازاي؟ مظبطين البروفايل، وفي ناس بيحطوا صورهم الحقيقيه عادي مفيش اي مشكله، وبيجي لهم رسائل اكتر، لان التطبيق بيقول لك خليك صادق معانا نبقى صادقين معاك، هتحط صورتك الحقيقيه. الناس اللي على التطبيق اصلا بيحبوا الناس اللي بيحطوا صورهم الحقيقيه، هحط صوره اي كلام عادي هتشتغل برضه، بس مش بنفس القدر بتاع الشخص اللي هيحط صورته الحقيقيه، عشان تكون مركز وتكون فاهم حاجه زي كده. عندك المزايا دي بتاعتي بقى سيبك انت منها مش مهم. طيب نجمة الدردشة، للأسف خسرت نقطة أهو. كلما ارتفع مستواك زاد حصولك على الظهور والامتيازات. ظهوري بيزداد ازاي بقى؟ لما اقعد على التطبيق فترات طويلة، خدت بالك اهو. اهو يا جماعة قدامكم اهو، بيقول لك اهو طبعا التحية 40 مرة، رسائل المساعدة الخاصة، بيقول لك عدد الرسائل، وقت النشاط هو 18 مينت، يعني انا ما بفتحش، بفتح وقت قليل لان ده حساب وكالة بفتحه كل فين وفين. بس شرحت لكم كل حاجة، ما تنسوش تخش الوكالة وانزل اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. احلى ناس في الدنيا، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.